صاحب 2 اغنياء هتبقى تالتهم، صاحب 2 اغبياء هتبقى تالتهم. اعمل ال3 حاجات دول وانا اوعدك انك هتبقى افشل واحد على وش الارض. واحد، ضيع وقتك كله في السكرولنج على السوشيال ميديا او الجيمز. لسه ما خلصناش واحد لحد دلوقتي، فما تشاركش في اي عمل تطوعي ولا تشارك في اي نشاط بتنظمه الجامعه بتاعتك. 2، صاحب ناس ما عندهمش ولا رؤيه ولا هدف لحياتهم، هم كمان مش بيضيفوا لك حاجه بل بالعكس بيخسروك. صاحب 2 اغنياء هتبقى تالتهم، صاحب 2 اغبياء هتبقى تالتهم. صاحب 2 ناجحين بيعفروا وعايزين يكسروا الدنيا، هتكسر الدنيا معاهم. وعلى فكره بقى ده مش بمزاجك، ده غصب عنك، انت بتلاقي نفسك من تلقاء نفسك عاوز تعمل كده وعاوز تنجح. 3 بقى، حس انك اتعلمت كفايه فبطل تتعلم وبطل تضيف لنفسك جديد كل يوم. الانسان في دراسته او في شغله طول ما هو حاسس ان هو ما اتعلمش كفايه او ما اشتغلش كفايه، هيفضل يشتغل على نفسه بشكل مستمر سواء في الشغل بتاعه او في دراسته. لو انت فعلا عاوز تعمل حاجه لحياتك، عاوز تنجح او عاوز تحقق هدف معين، ابعد عن ال3 حاجات اللي انا قلتهم. ما تنساش ان انا مايكل مصري وبساعدك انك تطور من نفسك. لو حابب تشوفني تاني اعمل لي فولو. سلام.